بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا لاباس ومتهنيين يا رب. اليوم جبت لكم الوصفة تاع المقيرض البيض، ولا كيما نعيطوا له مقيرض تاع ناس تلمسان. هما مشهورين فيه بزاف ويجي بنين بنين بزاف، مشهورين فيه في المنطقة تاعهم، وكذلك من جهة الغرب راهم يديروه بزاف. هذا المقيرض يجي في كافة المناسبات، ورمضان راه جاي إن شاء الله. اغتنموا الفرصة وديروه مع القاعدة اللي نديروها مع الحلويات المعسلة وآتاي. يجي فيه وحدة البنة ووحدة الذوق، مزيج ما بين المكسرات، يجي يذوب ذوبان في الفم، يذوب في اليد قبل الفم، معسل حتى للقلب. بصح الطريقة تاعه هو سهلة، ورغم مكوناته البسيطة بصح ماشي قاع الناس غادي تجربه وغادي ينجح معاها. المقيرض تاع تلمسان هو ماشي وصفة كلي غالبية الناس غادي يجيهم قاصح، يجربوه بصح يجيهم قاصح. المقيرض تاع تلمسان هو ماشي وصفة، هو عبارة عن مجموعة من النصائح ومجموعة من الخطوات والأسرار اللي غادي تتبعوهم باش ينجح معاكم ويجي طري ويجي يذوب في الفم ذوبان ومعسل حتى للقلب. أما تبعوني وشوفوا الفيديو من الأول للآخر هكا باش تشوفوا كامل التفاصيل. عندي الميزان هنايا، غادي نوزن 2 كيلو تاع السميد، وهذا السميد اللي جاي نصف غليظ، ولا ديروا الخشن ماشي تاع الشامية بالبنات اللي نديروا به الشامية، لا غادي نديروا نصف غليظ، يجي كاتبين فيه نصف غليظ. انا درت موله. هنايا عندي الكوكاو ثاني غادي نديره في الفرن، غادي يتحمر مليح. كاع الصوالح نحمروهم مليح، كاع المكونات نحمروهم غايه الغايه باش يجونا بنان ويجو شابين. عندي السميد هنايا درته في المقله اللي تكون ثقيله، غادي نقليه. ودرت الجنجلان ثاني على جهه في مقله وحده اخرى ثاني غادي نحمره مليح. هنايا السميد حطيته فوق النار، وغادي ساعه على ساعه نقص له النار ونقعد نحمر فيه بشرط هذا التحمار غادي يكون مليح، يكون مقلي مليح كما نقولوا، يكون مايل للبني. هنا ماشي يبان راه الضوء بزاف، ماشي يبان لي مليح. ها هو الجنجلان كذلك غادي نحمر فيه ساعه على ساعه. من نقص له النار البنات، غادي ما نزيدلاش النار باش ما تجيش فيه هذيك المروريه. كون نزيدوا له النار غادي ضربه واحده ينحرق ولا يولي بني وما يجيش شباب بزاف. هنايا السميد تاعي ثاني ساعه على ساعه حتى لي نكمل الكميه تاعي، نحمرها مليح البنات حتى لي نكمل الكميه تاعي. الجنجلان كذلك نفس الشيء. حطيت السميد تاعي، دوك نوريه لكم بيدي كي داير اللون تاعه كي راه داير هنايا، دوك نوريه لكم بيدي. وهذا السميد يجي نصف غليظ، ما نديروش الخشين كاع الخشين وما نديروش المتوسط. راكم تشوفوا النوعيه تاعه كي يجي، تلقوه مكتوب في العلبه تاع السميد، تلقوا يا اما نصف خشين ولا تلقوا خشين بصح خشين بصح ماشي هذاك تاع الشاميه، داك الخشين كاع اللي نخدموا به الشاميه. انا هنا عندي 2 كيلو تاع السميد، فرقتهم ما بين زوج، حطيت في كل كيلو الروحه، وكل كيلو كيلت بهذا الغرفيه لها قدامكم. نتوما قادرين ديروا غرفيه صغيره، انا كيلت تحت الغرفيه هكا باش يجوني كاع كيف كيف. كي كيلت درت 3 غرفيات. نتوما الكيل اللي تبدو به كملوا به. درت 3 كيلات تاع السميد منا في الكيلو الروحه، والكيلو الثاني درت ثاني 3 كيلات. حطيت الملح، رشه تاع الملح في الكيلو اللي في اليمنى، والرشه تاع الملح في الكيلو اللي على اليسرى. حطيت كذلك نصف مغرف تاع لافاني ونصف مغرف واحده اخرى في الكيلو الثاني. هكا انا درت لكم متفرقين باش تبغي دير كيلو دير كيلو. غادي نعطيكم الميزان تاع كيلو تاع 2 كيلو. درت ثاني كذلك غرفيه تاع سكر ما يعادل 250 غرام تاع سكر حبيبات. ودرت كذلك في الثاني غرفيه كيفها، درت غرفيه كذلك تاع كوكاو ولا تاع جنجلان وما يعادل 250 غرام. كذلك في الجهه الاخرى 250 غرام تاع جنجلان. درت 250 غرام تاع كوكاو في الكيلو اللي على اليمنى، والكيلو على اليسرى ثاني درت 250 غرام ما يعادل غرفيه تاع الكوكاو. ودرت كذلك وحده تاع لاليفيور شيميك ولا خميره كيميائيه في الكيلو الاول، وخميره كيميائيه في الكيلو الثاني. وعطرتها كذلك بزاز تاع الليمون. نتوما قادرين ديروا حتى 4 حبات تاع زاز تاع الليمون في الكيلو. انا درت قد 3 حبات ولا في 2 كيلو هنايا، ولا 4 حبات. وهنايا غادي ندير نفس الكيل اللي عبرت به، غادي ندير زيت. درت كيلة تاع زيت في الكيلو الاول وكيلة تاع زيت في الكيلو الثاني. ارجو انكم فهمتوا عليا كامل هذا المكونات. وما تنسوش البنات الملح، قلتها لكم في الاول.
الملح ما تنسوش رشة تاع الملح في الكيلو الأول ورشة تاع الملح في الكيلو الثاني راني درته مع لافاني. كي درت الزيت وكملت خلطت كامل هذه المكونات ونقعد نحك ما بين يديا حتى لكافة هذا الحبات تاع السميد غادي يتشربوا هذاك الليدام. نقعدوا غير شوية ومن بعد غادي نقسم على 2. أنا قسمته على 2 هو ذاك الكيلو، وكل كيلو غادي نقسمه كذلك على 2، تسمى راني قسمته على 4. هذه 2 كيلو راني قسمتها على 4 كيلو غادي نقسمها على 2 وكيلو غادي نقسمها على 2. وكل ربع غادي نحكمه في نخدم بربع باش ما يغلبنيش البنات، نخدمه بربع وخصنا يدنا تكون خفيفة. هنايا عندي ربع حبة تاع البيض والحبات هنايا راهم صغار البنات ماشي كبار. ربع حبات تاع البيض خلطتهم مليح وحطيتهم على هذاك الربع، غادي نخدم غير بالربع في هذا الإناء. حطيت الربع من هذاك الخليط تاع السميد وحطيت ربع حبة تاع البيض. أنا كي خلطت جاني كلي شوية مفركت، كي شغل غير مبسس ما جانيش كلي جاري. انا زدت حبه تاع البيض واحده اخرى. راكم تشوفوا الخليط هنايا باين جاري في يدي كما راكم تشوفوا راني حطيته راه هو دار روحه. هنايا الخليط راه جاري. غادي نقعدوا 5 دقائق 10 دقائق ولا 6 ل 7 دقائق. كي نحسوه باللي هذاك الخليط نشف غير شويه هي صاي. هنايا غادي نروحوا نخدموه ونديروا حرابيش نشكلوا هذاك الخليط. والاخرين البنات السميد اللي خليناه في الاول عاد لا ما خلطناش، خلطنا غير ربع منه ورانا نخدموا به. هذاك الربع جاني 2 حرابيش وكل حربوش غادي نقسمه على 2 باش يجيني شويه رقيق. هنايا غادي هذو الحرابيش كما راكم تشوفوا في الفيديو غادي نلويهم بالكف تاع يدي ونرطبهم مليح ونرققهم. غادي هذا السميد ولا هذا المقيرض ما خصنيش يجيني خشين، غادي الحبه نديرها صغيره خاطش فيها خميره كيميائيه وغادي تنتفخ. هنايا نصغر الحربوش تاعي ولا نرقه شويه نديرها رقيق وغادي نجيب الكوبات نقعد نسوي في الاطراف. هذو الاطراف كلي نطلعهم باش هذاك الحربوش يجيني داير ويجي عالي وشباب كما نديرو مقروض اللوز. هنايا غادي نجيب خدمي اللي يكون قاطع ونشكل هنايا مقيرضات. نتوما هذوك المقيرض اسمه مقيرض خاطر يجي صغير ما يجيش كبير كما المقروض العادي تاع التمر اللي نديروه. نعاود انا خدمت هذوك الحبات نقطع لي المقطع راني وريتكم هنايا. هنايا راكم تشوفوا راني قطعته بالخدمي ونولي نشكل هذيك المقروضه ولا مقيرضه هذيك الصغيره. هذوك القنوته خصهم يبانوا شابين. وهذا كما راكم تشوفوا الفيديو راني ندور هذيك الدائره تاع المقروض راني ندورها كما راكم تشوفوا ونولي على الاطراف. وهذوك القنوته غادي نبينهم مليح باش الحبه تاعي غادي تجي واقفه مليح وتجي شابه وتجي عاليه شويه ما تجيش مهوده. الحبه تجي عاليه واقفه والسميد تاعنا غادي من يدنا تكون خفيفه باش هذاك السميد ما يشربناش هذوك السوائل بزاف وينشف بالخف. غادي ما نخدموا الاول نجو نخدموا الحربوش الاول والثاني غادي الاخرين يكونوا نشفوا. يدنا خصها تكون خفيفه. نكمل كامل الكميه تاعنا والزيت غادي نسخنوه مليح من بعد نقص لها النار وغادي نحط الحبات تاعي. هذا ثاني سر البنات غادي كي نحطوا الحبات هنايا ما نخلوش بزاف نحسبوا حتى نحسبوا بيدينا نقعدوا نحسبوا اللي ما تعرفش تحسب بيدها بصباحها حتى ل 25 ولا حتى ل 30 واللي تعرف تدخل وتخرج قد ما يصفار برك يصفارنا ما خلوش حتى لي يحمر حتى لي ينحرق خاطر كاع المكونات اللي راهم فيه كاع طايبين. غادي يكون يحمرنا غير شويه زياده غادي يولي قاصح كاع اللي درتوه غادي يروح. هذا ثاني سر البنات غادي باش الحبات تاعنا يجونا يتفتوا ويذوبوا في الفم. هنايا مباشره من الزيت غادي ندير ثاني صفايه واحده اخرى. الصفايه تاع الزيت ما نستعملوهاش الحسل مباشره. غادي ندير صفايه وندخل هذوك الحبات نقعد نهودهم في الحسل مباشره وهما حاميين هما سخونين. غادي نحطهم هنايا في الحسل يتعسلوا مليح. بغيتو تعسلوه مره ولا تعسلوه مرتين. شوفوا النحل ذاك الريحه تاعه راه شابه مزيج ما بين هذوك المكسرات. الريحه تاعه شابه بزاف وهذيك الحلاوه اللي فيه معسل حتى القلب يجي بنين 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 بزاف والطري ويذوب ذوبان في الفم. راكم تشوفوا من كثرة الريحه تاعه اللي شابه. النحل راه من بلاصه لبلاصه يلحق فيا. انا هذا من بعد البنات 4 كيلو ولا عفوا 2 كيلو تاع السميد قطعت لي 2 كيلو 2 كيلو تسمى قطعت لي 4 كيلو تاع اللي تبغي تبيع بالميزان. قطعت لي 4 كيلو تاع المقيرض تاع تلمسان. يجو شوف من داخل الحبه كي تجي دايره
معسلة حتى القلب. هذه تذوب في الفم ذوبان البنات. شوفوا هذه الحبة راها تفتت لي، راني عاود ثاني فتتها قدامكم. شوفوا كي دايرة من الداخل، تجي معسلة، يجي بنين بنين بزاف. صراحة هذا المقروض يستاهل ولا تستاهل هذا الوصفة. باش تجربوها خلوا هذه الوصفة عندكم وجربوا هذا الوصفة قبل رمضان إن شاء الله بكمية قليلة. اللي باغية دير كمية قليلة دير غير ب500 غرام تاع السميد. غادرة أنا وريتك كيلو الروحة وكيلو الروحة، والمقادير تاع كل كيلو وريتها لكم. أنا كانت عندي طلبية ودرت 2 كيلو، بصح نتوما قادرين ديروا غير بالكيلو ولا ديروا غير بالرطل. ديروا كيلو قسموه على 2 ومقادير قسموها على 2. كيلو قسموه على 2 والمقادير كذلك قسموها على 2 ب500 غرام. دوك ندير لكم في صندوق الوصف ميزان تاع الكيلو بالضبط هكا باش تعرفوا المقدار نيشان. والبنات كذلك خدموه كمشروع وديروه مع الحلويات المعسلة في هذا رمضان إن شاء الله. غادي إن شاء الله تنجحوا في الوصفة وتخدموا إن شاء الله ودخلوا دراهم، وربي يوفق الجميع. وطلعوا لي هذا الفيديو باش يوصل إلى أكبر عدد ممكن يشوفوه كاع الناس، وطلعوه لي بلي جيم البنات والبارطاج كذلك والتعليق اللي تخلوهم لي. سلام.